كمان في علامة من علامات النضج اللي هي ان انت بتكتفي اكتفاء ذاتي بنفسك عن كل الناس. بتبطل تسأل الناس راحوا فين، مش موجودين ليه، بتعاتب الناس ليه ما سألوش عليك، ليه مش موجودين في حياتك. كل ده بينتهي. بتعيش مع نفسك في سلام نفسي، حاسس ان انت لوحدك ليك قيمة بغض النظر الناس دي موجودة او لأ، الناس دي بتسأل او لأ. بتبقى عايش كده مع نفسك وزي الفل. لو حد سأل عليك أو حد اتصل عليك بترحب بيه وبتعامله كويس. لو حد قال إن هو عاوز يختفي أو يمشي بوسة كبيرة وبتوصله لحد باب البيت وتقفل وراه، وخلاص الموضوع بينتهي، ولا بتزعل ولا أي حاجة. الناس الاعتماديين بس هم اللي بيبقوا مستنيين يستمدوا القيمة بتاعتهم من شخص تاني، أو إن الشخص ده لو سأل عليهم كده الدنيا وما فيها. لا، احنا عاوزين نوصل لحالة نفسية تخلينا كويسين بغض النظر الناس دي موجودة في حياتنا أو لأ، ويبقى احنا من جوانا حاسين قيمتنا موجودة، بدون الإحساس إن احنا بنستمد القيمة دي من إن حد يهتم بينا أو لأ. نهتم بنفسنا، بنعيش حياتنا زي الفل، بنعامل الناس كلها كويس، زي ما قلت اللي عاوز يقرب أهلا واللي عاوز يبعد مع السلامة. الحتة دي برضو فيها جزء من الثقة بالنفس، لأن الشخص المهزوز أو مش واثق من نفسه أو من قيمته دايما بيستمد الحتة دي من شخص تاني. الشخص ده لو اهتم وقرب، يا سلام الدنيا وما فيها، يبقى هو كده ثقته في نفسه عالية جدا. لو الشخص ده أو الأشخاص دول بعدوا، ثقته في نفسه بتتهز ويكتئب بقى ويبقى حالته صعبة جدا يعني. لكن لو تخلصنا من الحتة دي وحسينا بقيمتنا الكامنة جوانا، كل ده هيختفي وينتهي، ونرجع تاني متونسين بنفسنا وعايشين لنفسنا وزي الفل، بدون اي ضغوط خارجية. طبعا مفيش بني ادم بيعرف يعيش لوحده. المقصود من الكلام ان احنا نحس ان احنا واحنا لوحدنا كويسين، لكن طبعا حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية موجودة مفيش فيها اي مشكلة خالص. لكن لو حصل صدفة والناس دي انفضت من حوالينا، الدنيا ما تتهدش، لا، نعرف نكمل حياتنا عادي.